المنافس الاول لشركه ذا اوردينري هي شركه ذا انكي ليست، مع ذلك ما بنتكلمش عنها كتير رغم ان فيها مواد فعاله مميزه جدا ومختلفه ومش موجوده في اي حاجه تانية، زي الماده الفعاله اللي هكلمكم عنها دلوقتي وهي ماده الساكسينيك اسيد في منتج اسمه ذا انكي ليست ساكسينيك اسيد اكني تريتمنت. المنتج ده بيزعم ان هو بيضيع حبايه المناسبه في 24 ساعه بس، واي حبوب عندك في وشك هتختفي تماما في خلال اسبوعين. فعشان كده في الحلقه دي هنقول التركيبه بتاعته الكامله وهنشوف النتائج الفعليه ليه، وهل فعلا الساكسينيك اسيد اللي بيعمل كده ولا في خدعه في الموضوع محتاجين نعرفها. فتابعوني في الحلقه دي، واللي ما يعرفنيش انا دكتور ناديه، اعملوا لي سبسكرايب ويلا بينا نبدا. انكي ليست ساكسينيك اسيد تريتمنت يعتبر نوع من انواع العلاجات الخاصه بالبشره لعلاج الحبوب، خصوصا الحبوب الموضعيه، وبيحمي من قصه ان احنا يحصل لنا بريك اوتس او ان الحبوب المفاجئه تحصل بشكل دائم. اهم حاجه بالنسبه لنا ان استخدامه بيكون موضعي على مكان الحبوب، وده بيقلل الالتهابات بنسبه 95% من اول يوم استخدام. وزي ما احنا شايفين دلوقتي دي النتائج بعد استخدامه من اول يوم، الاحمرار والالتهابات كمان بتخف، اما بعد اسبوعين فبتختفي تماما، وده اللي بيخلي المنتج اللي بنتكلم عليه مميز. اما عن طريقه استخدامه فبنستخدمه بعد الهيالورونيك اسيد سيرم وبعد مرطب واكيد الصن بلوك الصبح. استخدم كميه بسيطه قوي زي ما شفنا في اول الفيديو، ويمكن استخدامه صباحا ومساء. وبعد ما شفنا مع بعض الفيديو، بالنسبه لي الساكسينيك اسيد كان موضوع مثير للجدل جدا، لان الماده دي احنا بنستخدمها في التركيبات الصيدلانيه الخاصه بالبشره، عباره عن بي اتش ادجستر او حاجه بترجع حموضه البشره لوضعها الطبيعي، وعمرنا ما استخدمناها كماده فعاله صرف، وموجوده في المنتج بتاعنا بتركيز 2%، وبيزعموا ان هو دوت السبب ان الحبوب بتختفي فعلا في خلال 24 ساعه زي ما لسه شايفين في النتائج. فده خلاني عاوز اعرف اكتر عن التركيبه واعرف اكتر عن الساكسينيك اسيد. تعالوا نشوفها مع بعض. ولما بصيت للمكونات الرئيسيه بتاعه المنتج اللي بنتكلم عنه النهارده لقيتها 1% ساليسيليك اسيد. الساليسيليك اسيد زي ما احنا عارفين اللي هو بيتا هيدروكسي اسيد، وهو الحمض الصديق للبشره الدهنيه، بينظم افراز الدهون، بيمنع الرؤوس السوداء، بيقشر البشره، بيمنع ان المسام تكون واسعه، وبيخلي شكل البشره غير لامع بالنسبه لاصحاب البشره الدهنيه. فبالتالي هو الماده الفعاله الرئيسيه اللي موجوده في المنتج بتاعنا النهارده. تاني حاجه برده في المنتج مميزه جدا هي 2% سلفر او كبريت، والسلفر معروف ان هو بينظم افراز الدهون في البشره الدهنيه من غير ما يسبب لها اي نوع من انواع الجفاف. وعشان ياكدوا موضوع الترطيب للبشره بدون جفاف حاطين فيها 0.4 هيلورونيك اسيد في صوره الصوديوم هيلورونيت، وهو الفورم الصغير بتاعه الصوديوم بتاعه الهيلورونيك اسيد عشان يدي ترطيب للبشره. فبالتالي الاكتيف انجريدينتس بتاعه المنتج بتاعتنا هم الثلاثه دول او هم الاثنين دول، الساليسيليك اسيد والسلفر. لما جيت ادور بقى فين الساكسينيك اسيد يا جماعه في الموضوع، لان هو ده بالنسبه لي الموضوع المثير للجدل، لقيته محطوط فين؟ في الانكتيف انجريدينتس، يعني هو من المواد الفعاله الغير اكتيف بالنسبه للمنتج دوت. ولكن برضو خلينا نقول ان هو بيساعد فعلا على تقليل البريك اوتس او ان الحبوب تظهر بشكل مفاجئ، بينظم افراز الدهون، ولكن ليس الماده الفعاله الاساسيه اللي موجوده في المنتج اللي متسمي على اسمه. وخلونا نتكلم دلوقتي عن خصائص مهمه جدا في المنتج لاي حد هيشتريه. الاول هو لونه اخضر بمنتهى البساطه لان هو مستخلص من اصل نباتي، ودرجه الخضار زي ما انا حاطه لكم على الشاشه دلوقتي بتختلف اكوردنج للسيزون وللجو والحاجات كتير، عشان لما تشتروه ما تحسوش ان في حاجه مضروبه او حاجه مش مظبوطه. لا، كل الوان الاخضر اللي انا حطاها على الشاشه ديت هي اصليه، وعادي جدا ان احنا نستخدمها في المنتج بتاعنا وهو اصلي ومش مضروب. تاني حاجه عايزه اقولها لكم ان هو يعتبر تارجت تريتمنت، يعني تريتمنت خاص بمكان الحبه بس، ما بنحطوش على وشنا كله، ولكن بنحطه في مكان الحبه عشان نقلل موضوع البريك اوتس، وكمان عشان نقلل موضوع البلاك هيدز. استخدام الساكسينيك اسيد كجزء من الروتين اليومي بتاعكم هيكون مفيد جدا، خصوصا في مرحله الشباب، لانه بيقضي على الحبوب اللي بتحصل مفاجاه او على البريك اوتس. ومش بس كده، ده ليه مزايا كتير جدا، ان هو بيقلل حجم المسام، بينظم افراز الدهون، وبيمنع ان المسام تحصل لها كلوجنج او انها تتقفل، وكمان بيقلل حجم حبايه المناسبه زي ما احنا قايلين في خلال 24 ساعه. والافضل روتين نستخدم فيه الساكسينيك اسيد نستخدم قبله ساليسيليك اسيد كلينزر. تاني حاجه نضيف النياسيناميد في الروتين بتاعنا لتنظيم افراز الدهون، واخيرا نرطب بهيالورونيك اسيد. وزي ما احنا شايفين دلوقتي دي نتائج فعليه لاستخدام الساكسينيك اسيد تريتمنت كجزء من الروتين بتاعهم. زي ما قلنا هو منتج يصلح للشباب وللبنات، ونتائجه فعلا مبهره جدا، وبتاخد حوالي من اسبوعين لحد 6 اسابيع استخدام متواصل على الحبايه او سبوت تريتمنت.
اما بقى لو اتكلمنا عن ريحته فهي ريحته بصراحه كبريت شويه، وزي ما احنا قايلين هو من المواد الفعاله اللي جواه الكبريت، عشان كده بتبقى ريحته زي ريحه الكبريت شويه، بس بتروح اول ما بنحطها على بشرتنا. ودي برده حاجه بقولها لكم عشان ما تحسوش ان المنتج بايظ لو اشتريتوه، لان خصائصه مختلفه شويه، عشان كده احنا بنشرحها. اما بقى عن استخداماته فالشركه بتقول ان احسن حاجه ان احنا نستخدم قبله غسول ساليسيليك اسيد، وده مش هيعمل اي نوع من انواع التعارض لما نستخدم بعده الساكسينيك اسيد. فاحنا بنستخدم الغسول وبعدين بنستخدم الهيالورونيك اسيد بتاعنا كنوع من انواع الترطيب، وبعدين بنحط الساكسينيك اسيد كسبوت تريتمنت، وبعدين كريم العين، وبعدين السان بلوك. ما ننساش خطوه السان بلوك مع اي مقشرات بنستخدمها على بشرتنا. ودلوقتي خلينا نجاوب مع بعض على اهم الاسئله اللي ممكن تكونوا بتسالوها لو هتبداوا تستخدموا سبوت تريتمنت اكني ساكسينيك اسيد فروم ذا انك ليست. ويلا بينا وفقره اهم الاسئله. اول سؤال معانا، هل هنستخدمه قبل الميك اب ولا بعد الميك اب؟ خلينا نقول ان زي ما انا قلت دلوقتي ان هو لونه اخضر، فاحنا بنعتبره ميك اب كوركتور. يعني لو انت عندك حبايه وعايزه تحطي فاونديشن وما يبانش، تقدري تحطي التريتمنت بتاعنا او السبوت تريتمنت بتاعنا الساكسينيك اسيد على الحبايه وتستني 5 دقائق لحد ما ينشف، وبعدين تبداي تابلاي الميك اب عادي، هيخبي الحبايه تماما. والبنات اكيد هتبقى عارفه ان هو شبه حاجه كنا بنخبي بيها الاكني، اللي هو ال اي جيرل كونسيلر، كنا بنستخدمه فعلا على الحبوب خصوصا لو ملتهبه عشان تخبيها تحت الفاونديشن، فهو استخدامه قبل الميك اب. تاني سؤال معانا، بنستخدمه كام مره في اليوم؟ الشركه بتقول ان احنا ينفع نستخدمه لحد 3 مرات في اليوم موضعيا على الحبه. ثالث سؤال معانا، هل هيستخدم على الوش كله ولا على الحبوب؟ دي انا جاوبت عليها، هو استخدامه سبوت تريتمنت، يعني في مكان الحبايه فقط وليس على الوش كله. طب لو انت ما عندكيش حبوب هل هينفع تستخدميه؟ البنات خصوصا اللي هم بيحصل لهم بريك اوتس او بيحصل لهم حبوب وقت الدوره او غيره، بيكونوا محتاجين حاجه وقائيه. ينفع نستخدمه كنوع من انواع الوقايه، خصوصا في الاماكن اللي متعوده تظهر لك فيها حبوب، زي مثلا منطقه الدقن لو انت فعلا متعرضه للستريس او في وقت الدوره الشهريه زي ما احنا لسه قايلين. السؤال اللي بعده، هل ينفع نستخدمه على حبوب الظهر ولا لا؟ بصوا، حبوب الظهر دي بتطلع اكتر حاجه للمراهقين، وهو ينفع جدا جدا ومفيد جدا جدا في موضوع استخدامه على حبوب الظهر، وفعلا بينظم افراز الدهون في المنطقه ديت وبيقشرها وبيمنع انها تظهر مره اخرى، فبالتالي هيكون مناسب جدا لحبوب الظهر. هل لو بشرتك فيها ورديه ينفع نستخدمه؟ ينفع عادي جدا. هل له ريحه ولا لا؟ زي ما احنا قلنا هو ريحته كبريتيه، وده عادي جدا، المنتج بيكون سليم ومش مضروب. واخيرا، النتيجه بتاعته الفول افكت بتبقى امتى؟ النتيجه بتاعته الفول افكت بتكون في خلال 6 اسابيع من الاستخدام، وفي ناس راحت معاها الحبوب من اول اسبوعين، يعني نقدر نقول ان الرينج من اول اسبوعين لحد 6 اسابيع. واهم سؤال بالنسبه لنا، هل ينفع استخدامه للمراه الحامل او المرضع؟ لا، ما ينفعش، المنتج ده غير امن للمراه الحامل او المرضع. وزي ما اتكلمنا عن اهميه البيتا هيدروكسي اسيد للبشره الدهنيه في الفقره دي، خلينا كمان نتكلم على اهميه الالفا هيدروكسي اسيد الجلايكوليك اسيد في الحلقه اللي هحطها لكم دلوقتي. وكمان هحط لكم حلقه ازاي نعمل ليرنج لكل انواع السيرم اللي بنستخدمها في السكين كير روتين بتاعنا. فيا رب الحلقه تكون عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، واشوفكم في الحلقه الجايه.